أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذا أبرز عنوانها: تفاصيل سقوط وتحطم طائرة مغربية في مطار فاس سيس. تحطمت طائرة ركاب خاصة في المغرب بعد انحرافها عن مسارها وسقوطها في محيط مطار، ما أدى إلى إصابة 3 أفراد من طاقم الطائرة وشخص رابع كان في مكان الحادث. وذكرت مصادر مغربية أن الطائرة التي كانت قادمة من مراكش ومتوجهة إلى مطار فاس سيس انقلبت رأسا على عقب بعد سقوطها في منطقة أراضٍ زراعية. وهرعت قوات الطوارئ والإطفاء إلى موقع سقوط الطائرة، وعملت على إخماد حريق صغير تسبب به الحادث، إلى جانب إجلاء المصابين للعلاج. التقارير الأولية تفيد بأن سبب الحادثة هو تعرض الطائرة لخلل فني أصاب نظام الفرامل خلال محاولة الطاقم إنزالها في مدرج المطار، ما تسبب في انزلاقها. وقالت وزارة النقل واللوجستيك في بيان لها عقب الحادثة إن الطائرة من طراز هوكر إكس بي 877 برقم تسجيل CNTKC، وتشغلها شركة الخطوط الجوية إير أوسيان. وأضافت الوزارة أن الطائرة انحرفت عن المدرج الطولي أثناء هبوطها، واصطدمت بجدار سياج المطار، حيث تسبب هذا الاصطدام في إلحاق أضرار مادية جسيمة بالطائرة. وأضاف البيان: أصيب أفراد الطاقم 3 وشخص واحد على الأرض، وقد تم إسعاف المصابين 4 على الفور ونقلهم إلى مصحة للعلاج. وبحسب البيان، انتقل مكتب التحقيقات والتحاليل المتعلقة بحوادث الطيران المدني التابع للوزارة والمكون من فريق من المحققين التقنيين إلى مكان الحادث لإجراء التحقيقات اللازمة لتحديد أسباب وملابسات هذا الحادث. شكرا على حسن المتابعة. دمتم في أمان الله.